جربتي قبل كده تحطي الميه على الزيت؟ طب تعالي جربي كده، حطي الميه على الزيت. هنعمل وصفه النهارده تجنن. هنحط شويه ميه على الزيت وهيطلعوا معانا حاجه حلوه قوي. هاتي البوله بتاعتك وانزلي فيها بكوبايتين من الميه، عليهم كوبايه من الزيت، وعليهم كمان نص كوبايه من السكر، وهننزل برشه الملح اللي بننزل بيها في اي حاجه، وعندي كمان معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الخل، وكده عندك احلى محسن لاي عجينه ممكن تعمليها. هنزل كمان بمعلقتين كبار من الخميره الفوريه، وبكده مكونات السائله كلها كده هخلطها مع بعض حلوه قوي لغايه ما كل المكونات تختلط ببعض والسكر عندي يدوب. هنزل عليهم بكيلو من الدقيق بالشكل ده كده، وهبدا اعجن. في المرحله دي بكون حاطه جنبي كوبايه فيها شويه ميه، يعني نصها كده علشان لما احتجت ميه اخد منها. بالشكل ده انا هنا احتجت تقريبا العجينه خدت معايا حوالي ربع كوبايه ميه كمان. بالشكل ده كده بدات اعجنها معايا لغايه لما تبقى عجينه طريه ولينه بالشكل اللي انتوا شايفينه، بتبقى عجينه ناعمه وطريه وحلوه قوي. بتاخد معايا في العجن حوالي 7 او 8 دقايق. بغطي العجينه بتاعتي بقى واسيبها تختمر. ولو وصلنا لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتعملي شير كتير علشان الكل يستفاد، وما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وبعد كده بقى هركنها على جنب عندي تختمر، واقول لك على الحشوه بتاعتي. عندي سمسم وعندي سكر وعندي ميه، بس مش اكتر من كده. دي الحشوه اللي انا هستخدمها النهارده معاكم في القرص اللي هنعملها مع بعض. عندي بقى العجينه بتاعتي اختمرت وبقت زي القمر كده. بروح مدياها كده ايه، مهبطاها، وابدا اشكلها معاكم. هوريكم انا بشكلها ازاي. اول حاجه شايفين العجينه مفتحه الحلوه وناعمه. العجينه تحفه، العجينه دي من اروع العجائن اللي انت ممكن تعمليها. باخد قطع كده من العجين بحشيها عندي بالسكر بالشكل ده. باخد مثلا بشكل عندي 7 8 قطع، وببدا بعد كده احط بقى في السمسم والميه واظبط باقي الايه الشكل بتاعي. انا بحب اشتغل كده. تقدري تشكلي العجينه كلها مره واحده، تقدري تعملي واحده واحده زي ما تحبي وزي ما متعوده تشتغلي اشتغلي، مفيش اي مشكله. بقت عندي بالشكل ده، شايفين يعني بمنتهى السهوله انت بتشكليها. وطبعا زي ما احنا متعودين طول ما احنا شغالين ذكر ربنا في بقنا، نستغفر الله نذكر الله. الحاجات دي حلوه قوي، والصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. والله مش عايزه اقول لك الحاجه دي بتبقى فيها بركه عامله ازاي. وعلى فكره العادات دي احنا متوارثينها من امهاتنا، يعني ماما دايما على طول وهي شغاله في اي حاجه ذكر ربنا في بقها برضو تلاقي حاجتها تحفه. فاحنا طلعنا متربيين على كده ومتعودين على كده. هنا بقى جبت القرص اللي انا شكلتها، بنزل بيها في الميه وبعدين السمسم، وابدا افردها بالشكل ده. عارفين وانا شغاله بفردها بلاقي هوا في القرصه من جوه، يعني بلاقيها بقت كده من فوق معايا. العجينه تحفه بجد. بشكلها بالطريقه دي بمنتهى السهوله. برصها في صينيه بكون دهنها زيت. خلي بالك من الخطوه دي، مهم جدا الصينيه عندك تبقى مدهونه زيت. انا بوريكم بس الهوا، معرفش باين في الفيديو ولا لا. رصيتها في الصواني بتاعتي بالشكل ده كده. خلصت الكميه بتاعتي ما شاء الله ما شاء الله، الكيلو مطلع معايا كميه حلوه قوي. برصهم في الصواني، بسيبهم كده يريحوا معايا حوالي تلت ساعه، يعني عم اقوم واشغل الفرن بتاعي ويسخن كده براحته. بيكون عندي بالشكل ده. انا عملت الكميه دي، عملت صينيتين وصينيه كبيره قوي كمان معاهم. الكميه حلوه قوي قوي. شايفين شكل القرص اصلا تحفه. بدات هنا تختمر معايا كده وتعلى شويه، علشان دي كان اول صينيه انا اشتغلتها. هروح بقى على الفرن بتاعي على درجة حرارة 220. بشغل الفرن بالظبط من تحت حوالي 10 دقايق. اول ما تاخد لون من تحت بفتح عليها الشوايه من فوق، بتطلع معايا بالجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا صورت في البلكونه، بحب التصوير في النور بتاع ربنا ده بيطلع الحاجه حلوه قوي. على طبيعتها بقى. شايفين تحفه، يعني مش قادره اوصف لكم حلاوتها. هشه جدا طريه، العجينه من جوه ناعمه وجميله قوي. شايفين مفتحه ازاي من جوه، وحشوه السكر فيها تحفه. تقدري تزودي او تقللي سكر زي ما تحبي. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير كتير علشان الناس كلها تستفيد، وما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل